آثار الكلام. من الآثار أن الكلام أول شيء ينعكس على المتكلم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك وفضول الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن. من أطلق لسانه أبان عن سخفه. أيضا من كثر كلامه زل، يخطئ كثيرا. كثير الكلام سخيف، يصبح سخيفا. طيب، العاقل من عقل لسانه، ضبط لسانه، لا يتركه على هواه. أيضا صمت الجاهل ستره. الجاهل لازم يتستر بشنو؟ بالصمت، مو بالثرثرة مثل أيامنا. جاهل ويتكلم في كل شيء، عنده وسائل تواصل اجتماعي سهلة الاستعمال، يلا يوزع كلام يمينا ويسارا وإلى أعلى وإلى أسفل ومن كل الجهات بدون أي مسؤولية.